انا كل مره بشوف البولدك كربونارا بقول ان انا عاوزاه، بس بلاقي سعره غالي جدا 150 جنيه، فقلت النهارده هعمله في البيت وبمكونات اقتصاديه. يلا بينا نشوف هعمله ازاي. خليني بقى اقول لكم على المكونات سريعا. معجون صلصه جاهزه، ربع كوبايه لبن، وهقول لكم نكمل الكوبايه ايه بالظبط. 70 جرام مكرونه سباكيتي، وملح وشطه ومرقه دجاج، معلقه صغيره ثوم مفروم، ومعلقه كبيره بصل مفروم. اول حاجه هجيب حله واحط فيها ميه علشان اسلق المكرونه. كده الميه خلاص معانا غليت، نحط بقى المكرونه، واهم حاجه ان احنا نكسرها يا اختي نصين. والمكرونه خلاص داخله على سوا، ناخد بقى ميه سلق المكرونه نكمل بيها كوبايه اللبن بتاعتنا، يعني 3/4 ميه سلق المكرونه وربع بس كوبايه لبن. هنحط بقى زيت، نحط معلقه بصل مفروم. اول ما البصل يدبل كده معانا هنحط معلقه صغيره ثوم مفروم، وبعد كده معلقه صلصه ورشه مرقه خفيفه، مش هنزل العبوه كلها. يا خرابي نفس الريحه بالظبط. وبعد كده ننزل بالمكرونه بتاعتنا، وبعد كده نقعد بقى نقلب ونسيبها بقى شويه ايه تشرب من الصوص ده كله. وكل ما تشرب من الصوص ده كل ما طعمها يبقى احلى وشبيه اكتر للنودلز الكوري. عاوزه اقول لكم ان نفس الريحه بالظبط ان شاء الله باذن الله الطعم يطلع زي الريحه كده واحلى كمان. بصوا خلينا نعمل حركه كده زي الكوريين. ده بيض مسلوق نقسمه كده نصين، بسم الله، وبعد كده نحطه هنا على اليودلز او النودلز. بصوا كده كده ايه زي الكوريين بالظبط، بيموتوا في حاجه اسمها بيض. يلا بقى ندوق النودلز ونقول بسم الله. عاوزه اقول لكم يا ريتكم كنتوا شامين الريحه، بجد نفس الريحه بالظبط. ندوق بقى ونقول بسم الله. يا سيدي يا سيدي، لا حلو. بجد جربوها ومش هتندموا. يعني انا كده وفرت 150 جنيه وعملت نفس الحاجة بالظبط. مش بس كده، المكونات كلها من البيت، وكمان اوفر وكمان خفيف وصحي اكتر وينفع للدايت. جربوه وقولوا لي رايكم ايه. لو عاوزين بدائل ارخص وتنفع ترند اكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان اللي جاي اقوى.